اهلا بيكم يا ولاد. انا مستر ريمون حنا، والنهارده مع بعض يا ولاد افتحوا كتاب المعاصر كتاب المراجعة النهائية اللي اسمه فاينل ريفيجن. طلعوا معايا صفحة 26 عشان نحل الاختبار الاول. الاختبار الاول. تعالوا يا ولاد نبتدي باول سؤال. هبتدي اقول لكم قطعة بالانجليزي هتسمعوها بس وتفهموها كويس، وبعد كده نبتدي نحل عليها الاسئلة الاختيارية اللي قدامنا. يلا نبتدي. اسمعوا معايا القطعة ديت. The fennec fox lives in the deserts of North Africa. The fennec fox ثعلب الفينيك lives in بيعيش في the desert صحراء of North Africa شمال أفريقيا. يعني ثعلب الفينيك بيعيش في الصحراء بتاعت شمال أفريقيا. It's smaller than other foxes. إنه أصغر من باقي أو الثعالب الأخرى. It's 20 centimeters tall. It's 20 centimeters tall. إنه طوله يعني 20 سنتيمتر. The fennec fox weighs around 1 kilogram. ثعلب الفينيك weighs بيزن around حوالي 1 كيلوغرام. It eats إنه يأكل insects الحشرات lizards السحالي and small mice والفئران الصغيرة. The fennec fox ثعلب الفينيك loses heat بيفقد الحرارة from من its ears من ودانه. بعد ما سمعنا نص ده يا ولاد تعالوا بقى نبتدي نحل عليه الأسئلة. تعالوا بقى يا ولاد نبتدي بالسؤال نمبر 1. بيقول لي ايه؟ The fennec fox ثعلب الفينيك lives in the desert بيعيش في صحراء of Africa. بيعيش في صحراء في أي حتة في أفريقيا؟ East يعني شرق أفريقيا، ولا نورث أفريقيا شمال أفريقيا، ولا ساوث أفريقيا جنوب أفريقيا، ولا ويست أفريقيا غرب أفريقيا؟ طبعا احنا لما سمعنا من نص الاستماع اللي من شوية ده عرفنا ان ثعلب الفينيك بيعيش في الصحراء اللي موجودة في شمال أفريقيا. نورث أفريقيا. يبقى الجملة على بعضيها The fennec fox lives in the deserts of North Africa. تعالوا للسؤال نمبر 2. The fennec fox weighs around ثعلب الفينيك weighs around بيزن حوالي بيزن around حوالي 1 جرام يعني 1 جرام، ولا 1 متر 1 متر، ولا 1 كيلو جرام 1 كيلو جرام، ولا 1 كيلو متر 1 كيلو متر؟ طبعا هو بيزن 1 كيلو جرام. يبقى الجملة على بعضيها The fennec fox ثعلب الفينيك weighs بيزن around حوالي 1 كيلو جرام. تعالوا نروح للسؤال نمبر 3. The fennec fox ثعلب الفينيك eats بيأكل insects الحشرات lizards السحالي اللي هي جمع سحلية and و small ايه صغيرة. بياكل ايه كمان حاجات كده صغيرة؟ بياكل small cats القطط الصغيرة، ولا small mice الفئران الصغيرة، ولا small gazelles الغزلان الصغيرة، ولا small camels
الجمال الصغيرة. طبعا ثعلب الفينيك بياكل الفئران الصغيرة small mice. small mice الفئران الصغيرة. يبقى الجملة على بعضيها the fennec fox ثعلب الفينيك eats بيأكل insects lizards يعني الحشرات والسحالي and و small mice والفئران الصغيرة. تعالوا للسؤال نمبر 4. The fennec fox ثعلب الفينيك loses بيفقد. هو بيفقد ايه from من its ears من ودانه. هو ثعلب الفينيك بيفقد ايه من ودانه؟ بيفقد الوزن ولا فير يعني الفرو بتاعه. فير يعني فرو او وبر. بيفقد الفرو او الوبر بتاعته، ولا بيفقد الهيت الحرارة، ولا بيفقد ماني بيفقد الفلوس؟ هو ثعلب الفينيك هيفقد ايه من ودانه؟ برافو عليكم، بيفقد الحرارة الهيت. هيت يعني الحرارة. يبقى الجملة على بعضيها the fennec fox ثعلب الفينيك loses بيفقد heat الحرارة from من its ears من ودانه. تعالوا بقى يا ولاد نحل السؤال التاني، سؤال الاختيارات. نبتدي بالجملة نمبر 1. ايه؟ the mail carrier يعني ساعي البريد delivers بيوصل. هو ساعي البريد بيوصل ايه؟ بيوصل الجاربج الزبالة، ولا بيوصل electricity الكهرباء، ولا بيوصل البارسلز الطرود، ولا بيوصل البايبس المواسير. طبعا احنا عارفين ان ساعي البريد دايما بيوصل الطرود يعني ايه؟ بارسلز. يبقى الجملة على بعضيها the mail carrier delivers parcels ساعي البريد بيوصل الطرود. تعالوا للجملة نمبر 2. the emperor يعني الامبراطور. the emperor يعني الامبراطور lives بيعيش في. هو الامبراطور بيعيش فين؟ في الهوسبيتال في المستشفى، ولا سكول المدرسة، ولا تنت الخيمة، ولا بالاس يعني القصر. طبعا احنا عارفين ان الامبراطور ده يا ولاد عامل زي الملك، دايما بيعيش في القصر بتاعه. قصر يعني ايه؟ بالاس. يبقى الجملة على بعضيها the emperor lives in palace الامبراطور بيعيش في القصر. نيجي للجملة او السؤال نمبر 3. fishermen يعني صيادين السمك بالجمع. لو fisherman يبقى صياد سمك، لكن دي fishermen يعني صيادين السمك. ايه؟ thousands يعني الآلاف. of fish الآلاف من السمك in the sea في البحر. هو صيادين السمك بيعملوا ايه الآلاف من السمك في البحر؟ grow بيزرعوهم. grow يعني يزرعوا، ولا بانت يعني يرسموا، ولا catch بيصطادوا، ولا lose بيفقدوا. احنا طبعا عارفين ان صيادين السمك بيصطادوا الآلاف من السمك في البحر. يبقى بيصطادوا يعني ايه؟ catch. يبقى الجملة على بعضيها fishermen صيادين السمك catch بيصطادوا thousands الآلاف of fish الآلاف من السمك in the sea في البحر. نيجي للجملة نمبر 4. he is هو بيكون أو an man هو بيكون رجل، وحط نقطة. he never lies هو never
ابدا. lies بيكذب. هو ابدا ما بيكذبش. هو لما يكون الواحد يا اولاد لما ما بيكونش ابدا ما بيكذبش يبقى هو بيكون ايه؟ بيكون صادق. طب صادق يعني ايه؟ صادق يعني honest. honest اول كلمة في الاختيارات honest. honest يعني صادق. يبقى اول ما تشوفوا never lies في الجملة على طول دوروا على كلمة honest اللي هي اول كلمة في الاختيارات. يبقى he is honest man. هو بيكون رجل صادق. he never lies. هو ابدا ما بيكذبش. طب وبقية الاختيارات معناها ايه يا مستر؟ كلمة ugly يعني قبيح وحش. ugly يعني قبيح او وحش. طيب ميسي يعني غير مرتب. عارفين لما يكون الواحد كده فوضوي غير مرتب مبهدل كده اسمها ايه؟ ميسي. طيب نويزي يعني واحد دايما بيعمل دوشة. نويزي مان يعني راجل دايما بيعمل دوشة. نويزي. يبقى الاختيار الصح هي كلمة ايه؟ honest. يبقى الجملة تاني he is honest man. هو بيكون رجل صادق. he never lies. هو ابدا ما بيكذبش. تعالوا بقى يا ولاد نحل السؤال التالت. مديني 5 كلمات، عايزني احط 4 كلمات منهم بس في القطعة اللي قدامي، في الفراغات اللي موجودة في القطعة اللي قدامي. تعالوا نبتدي نقرأ اول كلمة ووتر. ووتر يعني ايه؟ ووتر يعني مية، ولما تيجي فعل معناها نسقي بالمية. ووتر يعني ايه؟ يعني مية او نسقي بالمية. طيب كلمة germination يعني انبات او تنبيت. germination يعني انبات او تنبيت. طيب كلمة flowers يعني زهور. طب كلمة red يعني احمر. طب كلمة grow ليها معنيين، لا اما كلمة يزرع لا اما كلمة ينمو. طب هنفرق بينهم ازاي يا مستر؟ حسب معنى الجملة. يبقى grow ليها معنيين، grow معنى يزرع او ينمو. تعالوا بقى نقرا القطعة. tomatoes يعني الطماطم او القوطة. tomatoes have لديها seeds بذور inside جواها. يبقى tomatoes have seeds inside يعني الطماطم لديها بذور جواها. نقطة يعني هنبتدي نقرا جملة جديدة. we can احنا بنقدر use نستخدم these seeds يعني هؤلاء البذور to لكي ايه؟ new plants نباتات جديدة. نيو يعني جديدة، بلانتس يعني نباتات. هو احنا بنستخدم البذور اللي موجودة جوه القوطة عشان نعمل ايه؟ نباتات جديدة. برافو عليكم، عشان نزرع نباتات جديدة. يبقى حط كلمة ايه؟ grow. برافو عليكم. يبقى الجملة على بعضيها we can use these seeds. احنا نقدر نستخدم هؤلاء البذور لكي grow نزرع new plants نباتات جديدة. this is هذه بتكون تدعى او تسمى. هي العملية دي يا اولاد بنسميها ايه؟ لما ناخد البذور بتاعة القوطة ونزرعها عشان تطلع لنا نباتات جديدة، العملية دي بنسميها ايه؟ called. بتدعى او بتسمى ايه؟ بتسمى germination. بنسميها ايه؟ germination. بنسميها عملية انبات او عملية تنبيت. يبقى فهمتوا كده؟ احنا لما نمسك البذور بتاعة القوطة ونحطها في الارض عشان تطلع لنا نباتات جديدة، العملية دي called بتدعى او بتسمى germination عملية انبات او عملية تنبيت. طيب الجملة اللي بعديها احنا but بنحط the seeds البذور. but the seeds احنا بنحط البذور
in the في soil التربة. احنا بنحط البذور في التربة and them every day كل يوم. every day يعني كل يوم. هو احنا لما نحط البذور في التربة بنعمل لها ايه كل يوم؟ برافو عليكم، water. بنعمل لها ايه؟ water يعني بنسقيها بالمية every day كل يوم. طب الجملة اللي بعديها plants النباتات grow بتنمو taller أطول and bigger يعني أكبر. taller يعني أطول، bigger يعني أكبر، يعني النباتات بتنمو أطول وأكبر. طب الجملة اللي بعديها the plants النباتات أو النبات the plants يعني النبات finally يعني في الآخر يعني في الآخر grow بينمو. هو النبات في الآخر بينمو إيه؟ النبات في الآخر بينمو flowers، بينمو grow flowers يعني عشان يصبح زهور، عشان يصبح إيه؟ زهور. and the flowers والزهور بتصبح tomatoes. يعني النبات في الآخر يا ولاد بيكبر ويبقى عبارة عن زهرة أو زهور، بيبقى flowers، والزهور بتصبح بعد كده طماطم، والزهور بتصبح بعد كده ايه؟ طماطم. يبقى النبات في الاخر grow flowers بينمو ليصبح زهور and the flowers والزهور بتصبح طماطم tomatoes. تعالوا يا ولاد للسؤال نمبر 4. تعالوا نقرا مع بعض. computers يعني الكمبيوترات computers are بتكون machines يعني آلات ذات إنها كان بتقدر help us تساعدنا in في many ways يعني العديد من الطرق. many ways يعني العديد من الطرق، يعني عايز يقولي إن الكمبيوترات عبارة عن آلات تقدر تساعدنا في العديد من الطرق. واداني جملة تانية but ولكن they can't هما مش بيقدروا think يفكروا or أو do يفعلوا things أشياء themselves يعني بنفسهم. هما مش بيقدروا يفكروا أو يعملوا أشياء themselves بنفسهم. هما كان بيقدروا store بيخزنوا much information يعني معلومات، وmuch يعني الكثير من. much information يعني الكثير من المعلومات. يبقى هم بيقدروا يخزنوا الكثير من المعلومات. الجملة اللي بعديها هم بيقدروا save much time يعني يوفر much time الكثير من الوقت. save much time يعني يوفر الكثير من الوقت. and work يعمل fast يعملوا بسرعة. يبقى الكمبيوترات يقدروا يوفروا الكثير من الوقت and work fast يعملوا بسرعة. الجملة اللي بعديها the first يعني الأول، computers يعني الكمبيوترات، يعني عايز يقول لي الكمبيوترات الأولى where كانت huge يعني ضخمة and expensive يعني غالية. يبقى الكمبيوترات الأولى يا ولاد كانت huge ضخمة وغالية يعني تمنها غالي. later يعني أخيرا later يعني أخيرا أو في الآونة الأخيرة يعني.
computers يعني الكمبيوترات. became يعني أصبحت. smaller يعني أصغر. and و cheaper يعني أرخص. يعني أرخص. we use احنا بنستخدم computers الكمبيوترات in في everything يعني في كل شيء. يعني في كل شيء. in في our life يعني حياتنا. احنا بنستخدم الكمبيوترات في كل شيء في حياتنا. doctors الدكاترة use them بتستخدمهم to check لكي تفحص their patients يعني المرضى بتاعتهم. patients يعني مرضى. their patient يعني المرضى بتاعتهم. الجملة اللي بعديها teachers use computers يعني المدرسين بيستخدموا الكمبيوترات to لكي help يساعدوا their students يعني التلاميذ بتاعتهم. and و to لكي teach them يعني تعلمهم أو تدرس لهم online يعني على الهواء مباشرة يعني مباشر. online يعني مباشر أو على الهواء مباشرة. factories يعني المصانع. جمع factories يعني المصانع. also أيضا use computers بيستخدموا الكمبيوترات to لكي save information يعني يحفظوا المعلومات about عن the workers يعني العمال. and و the machines يعني الآلات. يبقى المصانع أيضا بتستخدم الكمبيوترات to save لكي يحفظوا المعلومات عن العمال وعن الآلات. تعالوا بقى نبتدي نحل السؤال الأول. بيقول لي إيه؟ the underline word يعني الكلمة اللي تحتها خط اللي اسمها store. لو بصينا في الباراجراف الأولاني يا ولاد هنلاقي كلمة store حاطط تحتها خط. هو بقى بيقول لي the underline word store يعني كلمة store اللي حاطط تحتها خط. means بتعني ايه؟ اقول له بتعني save. اول ما تشوف كلمة store معناها save. store يعني يخزن وsave يعني يحفظ. يبقى store يعني store معناها ايه؟ save. المقابل ليها save. اول ما تشوف كلمة store حطه على طول means save بتعني save. طب بقية الكلمات معناها ايه يا مستر؟ grow يزرع او ينمو. لا غلط. كلمة invent يعني اختراع. لا طبعا مش صح. help يعني تساعد. لا طبعا مش بتساعد. يبقى كلمة store معناها او المرادف ليها كلمة ايه؟ save. المرادف ليها كلمة ايه؟ save. طب نيجي للسؤال التاني الجملة نمبر 2. the first computer يعني الكمبيوتر الأول. يعني ايه الكمبيوتر الأول؟ يعني الموديل الأولاني من الكمبيوتر. the first computer was كان ايه؟ كان cool يعني جيد جدا. هو الكمبيوتر الأولاني ده كان جيد جدا بذمتكم؟ لا طبعا. طب كان expensive يعني ثمنه غالي. يعني ثمنه غالي. الكمبيوتر الاولاني كان اكسبنسيف قوي، كان ثمنه غالي قوي. ولا كان سمارت كان ذكي. لا طبعا ده كان غبي جدا. ولا كان تشيب كان رخيص. لا ما كانش تشيب خالص. امال كان ايه؟ كان اكسبنسيف.
يبقى الجملة على بعضيها the first computer يعني الكمبيوتر الأولاني، يقصد به موديل الكمبيوتر الأولاني خالص لما ابتدوا يخترعوه، was كان expensive كان غالي. طب نيجي للجملة نمبر 3. summarize يعني لخص. summarize يعني the second paragraph يعني الباراجراف التاني. يبقى هو بيقولك ايه؟ لخص الباراجراف التاني في واحد sentence جملة. بيقول لي لخص الباراجراف التاني في جملة واحدة. ابص كده على الباراجراف التاني هلاقيه بيتكلم ان احنا بنستخدم الكمبيوتر في كل شيء، الدكاترة بيستخدموه في ايه، والمدرسين بيستخدموه في ايه، والمصانع بيستخدموه في ايه. لخص لي بقى ده كله في جملة واحدة. هحط له اول جملة في الباراجراف التاني، هي اللي بتلخص الباراجراف كله. طب اول جملة بتقول ايه؟ we use computers in everything in our life. احنا بنستخدم الكمبيوترات في كل شيء في حياتنا. كده الجملة ديت بتلخص له الباراجراف التاني كله. يبقى التاني اكتب له ايه؟ we use computers in everything in our life. طيب نيجي للجملة نمبر 4. بيقول لي ايه؟ what ما او ماذا do teachers يعني المدرسين use بيستخدموا computers for بيستخدموا الكمبيوترات عشان ايه؟ for يعني عشان ايه؟ هو المدرسين بيستخدموا الكمبيوتر عشان ايه؟ تاني جملة في الباراجراف التاني هكتب له كده teachers المدرسين use computers بيستخدموا الكمبيوترات to لكي help their students يساعدوا التلاميذ بتاعتهم and to ولكي teach them يدرسوا لهم online يعني على الهواء مباشرة كده. تعالوا بقى يا ولاد نحل السؤال الخامس ده بيقول لي صحح لي الكلمة اللي بين القوسين. الكلمة اللي بين القوسين في الجملة بتكون كلمة غلط، عايزنا نكتب له الكلمة الصح. ايه الكلمة الصح؟ نبتدي بالجملة نمبر 1. the blue car يعني عربية، وبلو يعني زرقاء. blue car يعني العربية الزرقاء بتكون ايه than من يعني اكتر من the red car يعني العربية الحمراء. بص يا ولاد، اول ما تلاقوا كلمة than في الجملة حطوا نفس الكلمة اللي بين القوسين بس زودوا لها ER. الكلمة اللي بين القوسين اسمها ايه؟ old. يبقى اكتب كلمة old واحط ER، ازود لها ER تبقى older. يبقى تاني، اول ما تشوفوا كلمة than في الجملة حطوا على طول الكلمة اللي بين القوسين وازود لها ER تبقى older. يبقى الجملة على بعضها تكون ايه؟ the blue car العربية الزرقاء بتكون اقدم من العربية الحمراء. فهمتوا كده؟ طيب نيجي للجملة نمبر 2. it was يعني انه كان easy test يعني سهل، وتست يعني امتحان. easy test امتحان سهل، انه كان امتحان سهل. نقط I couldn't انا ما قدرتش get احصل على high marks يعني درجات عالية. يبقى احط كلمة ايه؟ امتحان سهل وانا ما قدرتش احصل على درجات عالية. طيب هو بيقول لي حط and، طبعا and غلط، يبقى احط ايه؟ احط كلمة but. طالما الجملة الاولانية يا ولاد جملة مثبتة والجملة التانية جملة منفية، احط على طول كلمة but B-U-T كلمة but. يبقى اول على طول ما اشوف الجملة الاولانية مثبتة والجملة التانية منفية
وجايب لي بين القوسين كلمة and، على طول احط كلمة ايه؟ احط كلمة but يعني ولكن. الامتحان كان سهل ولكن انا ما قدرتش احصل على درجات عالية. طب نيجي للجملة نمبر 3. شيتا يعني الفهد. عارفين الفهد؟ الفهد ده يا ولاد اسرع حيوان. شيتا يعني الفهد. إذ بيكون ذا ايه انيمال. ذا ايه انيمال، ايه حيوان. بص يا ولاد، اول ما تلاقوا كلمة ذا وبعديها نقط، اول ما تلاقوا كلمة ذا وبعديها نقط، حطوا على طول الكلمة اللي بين القوسين وزودوا لها EST. وزودوا لها ايه؟ EST. طب الكلمة اللي بين القوسين اسمها ايه؟ فاست. يبقى اكتب كلمة فاست وازود لها EST. يبقى تاني، اول ما اشوف ذا وبعديها نقط على طول احط الكلمة اللي بين القوسين زي ما هي وازود لها EST. تبقى الجملة على بعضها ايه؟ شيتا يعني الفهد. إذ بيكون the fastest أسرع animal، أسرع حيوان. وفعلا الفهد بيكون أسرع حيوان على الأرض. طيب الجملة نمبر 4 نقط. إذ بتكون the red chair. red chair يعني الكرسي الأحمر، وحط علامة استفهام. حط علامة استفهام يعني هو عايزني أجيب أداة استفهام. طيب أجيب أداة استفهام على أي أساس يا مستر؟ أبص للإجابة، لازم أبص للإجابة. طب الإجابة بتقول إيه؟ It's إنه next to بالقرب من كاتش يعني الكنبة. يبقى it's next to إنها بالقرب من the couch يعني الكنبة. إنها بالقرب من الكنبة. إيه ده؟ إنها بالقرب من الكنبة يعني كان بيسأل على المكان بتاع الكرسي الأحمر. أنا عايز أداة استفهام بتسأل عن المكان، يعني أين. يبقى أين يعني إيه؟ أين يعني where. يبقى اكتب له where is the red chair. أين الكرسي الأحمر؟ هو رد وقال it's next to the couch. إنه بالقرب من الكنبة. تعالوا بقى يا ولاد نحل السؤال السادس، سؤال البانكتويت، علامات الترقيم. مديني جملة بيبقى مطلوب مني ان انا اكتب نفس الجملة ديت كلها مرة تانية، بس بعد ما اغير فيها شوية حاجات اسمها علامات الترقيم. طب اول حاجة اغيرها ايه يا مستر؟ بص يا ولاد، اول حرف في الجملة اكتبوه كابيتال. اول حرف في الجملة اكتبوه ايه؟ كابيتال. وبعد كده اكتب الكلمة كلها زي ما هي، وبعد كده اكتب الجملة كلها زي ما هي. طيب بعد كده الجملة دي لو جملة عادية احط اخرها نقطة، لو كانت سؤال احط علامة استفهام. تعالوا نقرا الجملة اللي عندنا. ار طالما جت في اول الجملة يبقى معناها هل. طالما جت في اول الجملة يبقى معناها ايه؟ هل. تبقى دي جملة عادية ولا سؤال؟ يبقى سؤال يا مستر، برافو عليكم. يعني هل camels الجمل، هل الجمال more beautiful أكثر جمالا than من horses من الحصنة. هل الجمال أكثر جمالا من الحصنة؟ تعالوا بقى نكتبها ازاي؟ أول حرف فيها الايه اكتبه كابيتال، وبعد كده اكتب بقية كلمة زي ما هي، واكتب بقية الجملة كلها زي ما هي. وعشان دي سؤال احط اخرها ايه؟ علامة استفهام. برافو عليكم. تعالوا بقى يا ولاد نشوف الباراجراف اللي هو مديهولنا ده، عايزنا نتكلم عن ايه؟ بيقول لي my home يعني منزلي، يعني عايزك تكتب باراجراف عن my home عن منزلي. طيب حاجة حلوة خالص. طيب وانت بتكتب الباراجراف مديك عناصر ارشادية guiding elements يعني عناصر ارشادية. يعني ايه عناصر ارشادية يا مستر؟ يعني وانت بتكتب باراجراف عن الماي هوم عن منزلي تحلل الاسئلة ديت وانت بتكتب الباراجراف.
طب يعني ايه اول سؤال؟ بيقول لي where، اين do you live، اين انت بتعيش. where do you live، اين انت بتعيش. يعني وانت بتتكلم عن منزلي تكتب لي اين بتعيش. دي حاجة تانية، what's your favorite room. what's your favorite room يعني ما غرفتك المفضلة. يعني وانت بتكتب باراجراف عن الماي هوم تقول لي ايه هي غرفتك المفضلة. فهمتوا كده العناصر الارشادية دي فائدتها ايه؟ يعني انا اكتب باراجراف عن الماي هوم، وانت بتكتب الباراجراف تكتب لي انت بتعيش فين، وتكتب لي كمان ايه هي غرفتك المفضلة. فهمت كده؟ تمام. طيب تعالى بقى نحفظ شوية جمل بالعربي عن المنزل. بص يا ولاد، اول حاجة وانت بتكتب الباراجراف ده تكتب اي اسم، تقول اسمي كذا، طبعا اي اسم. قول مثلا اسمي عمر، كده كتبت له الجملة. طيب تاني جملة اكتبها تقول له انا بعيش في شقة. انا بعيش فين؟ في شقة. ادي كده جملة. هو بيقول لك انت بتعيش فين، انت كتبت له انا بعيش في شقة، يبقى انت كده حليت له اول سؤال، كتبت له اول سؤال. هو عايزك تكتب له عن غرفتك المفضلة. قول له انا غرفتي المفضلة بتكون غرفة المعيشة او غرفة الصالون. غرفتي المفضلة بتكون غرفة الصالون او غرفة المعيشة. وتكتب له ليه هي غرفتك المفضلة. اقول له ان انا بلعب بلاي ستيشن في غرفة الصالون او في غرفة المعيشة. دي جملة. تقول له كمان انا بحب اوضة النوم. انا كمان بحب اوضة النوم عشان انا بقدر ارتاح فيها واعمل واجبي بهدوء فيها. انا بحب اوضة النوم عشان برتاح فيها وعشان بعمل واجبي فيها. ادي كده كمان جملة. مش شقتكم يا ولاد فيها بلكونة؟ اكتب له كمان ان في بلكونة. هناك بيكون بلكونة. مش الشقة بتاعتك او البيت بتاعك فيه بلكونة؟ دي حاجة. مش انت لما بتبص بالبلكونة بتقدر تشوف الشارع كله؟ خلاص اكتب له كده، قول له انا بقدر اشوف الشارع كله. انا بقدر اشوف الشارع كله. دي كده جمل بالعربي بكون حافظها. تعالوا بقى نبتدي نكتبها بالانجليزي. امسك بقى القلم بتاعك وتعالى نبتدي نكتب الباراجراف مع بعض بالانجليزي. افتكروا يا ولاد ان الباراجراف واحنا بنكتبه اول سطر في الباراجراف بنسيب اول حتة فاضية. بعد كده كل جملة نكتبها في الباراجراف اول حرف فيها يكون كابيتال واخر الجملة بيكون نقطة، والجملة اللي بعديها اول حرف كابيتال واخر الجملة نقطة، وهكذا كل جملة لحد اخر الباراجراف. وفي اخر الباراجراف نحط نقطة. دي علامات ترقيم اوعى تنسوها. تعالوا بقى نكتب الباراجراف. اول حاجة انا عايز اقول اسمي عمر، اكتبها ازاي؟ اقول my name is عمر، وعمر اكتب فيها اول حرف برضك فيها كابيتال لان هو اسم. تمام، واحط نقطة. طيب اكتب جملة تاني، عايز اقول انا بعيش في شقة. انا اكتب I live، انا بعيش in في an apartment. apartment يعني شقة. apartment يعني شقة. I live in an apartment. انا بعيش في شقة. طب عايز اقول له غرفتي المفضلة بتكون غرفة الصالون او غرفة المعيشة. اكتب له ازاي؟ غرفة يعني روم، ومفضلة يعني favorite. يبقى اقول له my favorite room. my favorite room غرفتي المفضلة. دايما بجيب الصفة قبل الحاجة اللي انا بوصفها. يبقى اقول له ايه؟ my favorite room غرفتي المفضلة is بتكون living room. the living room. the living room يعني غرفة المعيشة او غرفة الصالون. the living room. يبقى my favorite room is the living room. انا كده كتبت له غرفتي المفضلة اللي هي غرفة ايه. عايز اقول له جملة تانية، عايز اقول له انا بلعب بلاي ستيشن في غرفة الصالون ديت.
انا بلعب بلاي ستيشن يعني ايه؟ فيديو جيمز يعني البلاي ستيشن اللي احنا بنلعبها. ان في ذا ليفينج روم يبقى انا كتبت له كده انا بلعب بلاي ستيشن في غرفة الصالون. I play video games in the living room. طب عايز اقول له انا كمان بحب اوضة النوم. انا كمان يعني ايه؟ انا also كمان بحب يعني love. I also love اوضة النوم يعني ايه؟ my bedroom اوضة النوم بتاعتي. my bedroom يعني اوضة النوم، وعايز اقول اوضة النوم بتاعتي يبقى my bedroom. I also love my bedroom. طب عايز اقول له عشان ايه؟ عشان يعني because يعني عشان. انا بقدر استريح يعني ايه؟ انا بقدر يعني كان. استريح يعني ايه؟ relax يعني بستريح. and do my homework يعني اعمل واجبي. do my homework بعمل واجبي. quietly يعني بهدوء. كده كتبت له جملة. طب عايز اقول هناك بلكونة يعني في بلكونة عندي في الشقة. عايز اقول له بقى هناك بلكونة اقول له ايه؟ اقول له there is هناك بيكون balcony يعني بلكونة. يعني ايه؟ بلكونة. طيب انا عايز اقول له انا بقدر اشوف الشارع كله. اقولها ازاي؟ انا بقدر يعني كان اشوف يعني see. I can see يعني انا بقدر اشوف the wall street يعني الشارع كله يعني ايه؟ wall street يعني الشارع كله. كده انا كتبت له باراجراف. بصوا بقى نفس الباراجراف ده ممكن يجي بصورة تانية. هنا في الباراجراف الاولاني قال لي اتكلم عن ماي هوم. ممكن بدل ما يقول لي اتكلم عن ماي هوم يقول لي اتكلم عن يور بارتمنت يعني شقتك. يعني هو الباراجراف الاولاني قال اتكلم عن منزلك، الباراجراف ده بيقول لي اتكلم عن بارتمنت عن شقتك. وبرضك اداني سؤالين واحنا بنكتب. قال لي where do you live اين انت بتعيش. يعني وانت بتكتب عن الشقة اكتب لي اين بتعيش. والسؤال التاني بيقول لي ايه؟ which يعني ايا من your favorite room ايا ايه هي يعني غرفتك المفضلة. بص يا ولاد نفس الجمل اللي كتبناها عن ماي هوم هي نفس الجمل اللي اكتبها عن شقتك your apartment. نفس الجمل اللي تكتبها هنا هي نفس الجمل اللي تكتبها هنا. برافو عليكم.